إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نأتي إلى أحب الأعمال إلى الله، يوم عرفة. يوم عرفة من أحلى الأمور اللي ممكن الإنسان يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى هو زيارة الحسين ابن علي الشهيد بكربلاء سلام الله عليه. قال أبو عبد الله الصادق: من عرف عند قبر الحسين فقد شهد عرفة. هذه مسألة عرفة وزيارة الحسين ممكن على بعض المشاهدين لعله لأول مرة أو سامع وما واصل إلى فكرة ليش زيارة الحسين، هل مقدار من الأجر ما تعادل أجر عرفة، وفي بعض الروايات أكثر. إن كان المجال إن شاء الله سوف أذكر. زيارة الحسين ذكرنا لأن الحج كله هو عبارة عن فلسفة حتى الإنسان يعي ما يأتي به من مناسك. لأن الحسين لما الإنسان يزور الحسين، أولا الحسين مو إنسان عادي، الحسين هو إمام معصوم سيد شباب أهل الجنة، أمه سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، أخو الإمام المجتبى سيد شباب أهل الجنة، أبوه علي سيد الأوصياء صاحب الجواز على الصراط قسيم الجنة والنار، بيده لواء الحمد، وجده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين. إذن الإمام الحسين مو إنسان عادي.
زيارة الحسين لأنه أساسا أقرب للاستيعاب من الحج. وما أقول في زيارة الحسين مناسك أوسع وتفصيل كذا أكثر من الحج، لا، زيارة الحسين ستمر علينا قليلا بعد، هي عبارة عن زيارة يكون الإنسان عارفا بحق الحسين. الحسين كيف بعثه الله، أي جعله وصيا، أي نعم، بعد أخيه الإمام الحسن، أي بعد أبيه أمير المؤمنين، وبعد جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل هذه من خلال الزيارة يستوعبها الإنسان. إذن الحسين ممكن نقول طريق مختصر لمعرفة الله والمبدأ، ولذا الزيارة تكون على معرفة للحسين ثوابها أكثر. أما الثواب اللي حقيقة يجعل الإنسان يشد الرحال وإن كان من أقصى الأرض لزيارة الحسين، هو أمثال هذا الحديث اللي سأقرأه عليكم بإذن الله. عن أبي عبد الله، يعني الإمام الصادق سلام الله عليه، قال: من زار قبر الحسين عليه السلام يوم عرفة كتب الله له 1000 حجة، 1,000,000 حجة، مع القائم عليه السلام، و1000 عمرة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعتق 1000 نسمة، يعني 1,000,000 عبد في سبيل الله. وسماه الله عبدي الصديق آمن بوعدي. قالت الملائكة: فلان صديق، يعني هذا زائر الحسين، فلان صديق زكاه الله من فوق عرشه وسمي في الأرض كروبيا. وآخر حديث في هذا المجال عن الإمام الصادق قال: إن الله تبارك وتعالى يتجلى لزوار قبر الحسين عليه السلام قبل أهل عرفات. يا صاحب الزمان، أنت اليوم في مكة تحج بيت الله، ولكن انظر طرفة عين إلى زوار الحسين في هذا اليوم. نريد هذا اليوم أن نأخذ ما يعطى للحجاج وزيادة. نعم نعم، الحسين باب رحمة الله، سفينة النجاة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اي نعم، قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى يتجلى لزوار قبر الحسين عليه السلام قبل أهل عرفات، يعني ينظر لهم، يتوجه لهم، ويقضي حوائجهم ويغفر ذنوبهم ويشفعهم في مسائلهم، ثم نعم يأتي إلى أهل عرفات، ثم بعد ما ينظر إلى زوار قبر الحسين يأتي إلى أهل الموقف. إذن زوار الحسين هكذا عن أهل البيت بروايات صحيحة أن زوار الحسين عليه السلام أكرم على الله من الوفود على الله يوم عرفة. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم.